احنا المفروض ان احنا قاعدين مع بعض دلوقتي عشان بنحاول نفتح صفحة جديدة، وانت قاعد ساكت وحتى مش بتبص في وشي. ريهام، انا مش عارف اعدي موضوع حسن. انا فاهمة كويس، بس عايزاك انت كمان تفهم ان حسن زميلي، وعلاقتنا اتطورت لصداقة عشان انا كنت في وقت محتاجة حد اتكلم معاه ويسمعني، وانت كنت السبب. فكرة بقى ان هو فهم الصداقة دي غلط ولا استغلها، دي حاجة ما تخصنيش. وحتى لو انت ما كنتش شفتنا، انا عمري ما كنت هقبل بوضع زي ده، ولا حتى هقبل الهدية. سيف، انا ريهام، عمري ما عملت حاجة من وراك ولا عمري خنتك. انا بس كنت معزوزة ومش متزنة. انا محتاجة ان انت تستوعب حاجة زي دي. انا مستوعب انك اديت مساحة من حياتك لشخص غريب تحت عنوان كذاب اسمه الصداقة. صداقة ايه؟ وليه تعري حياتنا قدام راجل غريب؟ راجل كل همه بس ان هو يعرف ان احنا بينا مشاكل عشان يبتدي يعمل شغله ويعمل فيها الحنين الطيب، ويبدأ يكرهك في بيتك وفي عيشتك وفي اليوم اللي عرفتيني فيه. مش ده اللي كان بيعمله حسن؟ صح، انت معك حق، انا غلطت، بس واحدة واحدة عليا يا سيف. لا، هو في حاجات ما فيهاش واحدة واحدة. بغض النظر عن موضوع حسن ده، والله يا بنت انا كان نفسي بس نوصل لحتة في النص تريحنا احنا الاتنين. طب وايه اللي خلانا ما نوصلش ليها؟ مش انا السبب، انت اللي كنت رافضه اي تغيير يريحني ويقربنا من بعض. سيف، انا عايزاك تفهم حاجة كويس قوي. انا اكيد ما كانش مضايقني قربك من ربنا. انا اللي كان مضايقني اسلوبك وطريقتك معايا. انت كنت عايز تغير كل حاجة مرة واحدة وبسرعة. انا اكيد حابة ان احنا نبقى كويسين ونبقى احسن ونبقى مبسوطين. سيف، انا تايهة قوي من غيرك. وانا ما ينفعش بعد اللي سمعته ده ما ابداش معاك صفحه جديده. وحشتيني. وانت كمان وحشتني قوي.